ويهل علينا شهر رمضان، شهر الإحسان، نور وعبادة، والحقيقة فعلا بيهل علينا بكل الخير، وبيهل على مصر كلها بكل الخير. ويمكن كلنا في شهر رمضان كل واحد فينا بيبقى مش عارف يودي الخير اللي عنده ده فين ولا فين، ازاي يساعد الناس، ازاي يقدر ان هو يقدم الخير لغيره. كل واحد فينا بيسعى في شهر رمضان انه يقدم الخير. بنشوف كمان مبادرات رائعة، وشفنا كلنا مبادرة أبواب الخير تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتقدم 4.5 مليون وجبة كل يوم للمصريين اللي محتاجين لهذه الوجبات. شفنا مبادرات كتيرة جدا، وعن هذه المبادرات وعن الخير في شهر الخير بيسعدنا يكون معنا دكتورة هالة عزت شاهين، دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية وتخصص تنظيم مجتمع. أهلا بيكي معانا، وكل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة وبخير دكتورة أماني، وكل سنة وحضرتك طيبة والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة يا فندم. آمين يا رب. يا رب. وكلمينا بقى عن الخير في رمضان، وازاي ان احنا لما بنتكلم عن الخير في رمضان مش مجرد بس ان احنا نساعد فرد او اتنين، احنا كل واحد فينا بيبقى حاسس ان فعلا جواه خير، نفسه ان هو يساعد العالم كله. خلينا نتفق دكتورة أماني أن بداية شهر رمضان يعني شهر الخير واليمن والبركات، والخير فيه بيعني العطاء، والعطاء بدون مقابل. احنا بننتظر المقابل من الله عز وجل، أكيد. ويمكن احنا بنلمس الخير ده في المصريين وخاصة في هذا الشهر الكريم. بيتميز هذا الشهر في رمضان عن دول العالم كلها. بنلاقيه طبعا شهر بيتميز فيه بروح إيمانية عالية وتفاني كتير، في ان الكل بيحاول يقدم الخير ويساعد الآخرين. ويمكن بنلمس النقطة ديت خاصة في موائد الرحمن. حضرتك لو مشيتي في أي منطقة في مناطق الوطن العربي، أو في ربوع الوطن العربي في الريف كان أو المناطق الحضرية، بنلاقي في لافتة مكتوب عليها مائدة الرحمن. وهنا بيرتبط اسم العطاء باسم الله الرحمن، اللي بيعني الرحمة والمودة اللي بتنتشر ما بين الناس. احنا بنشوف يعني مش بس مائدة الرحمن في مصر، بقى رمضان بيقولوا ايه يعني حاجة تانية زي ما بيقولوا. طبعا. غير موائد الرحمن احنا بنشوف الشباب وقت الفطار وهم نازلين الشارع، واقفين في الطرق مستنيين اي حد يمر عشان يدوله التمر التمر والمية والمشروبات، والمشروبات. دي حقيقة. بنشوف يعني مساعدات كتير جدا، نازلين بيقدموا مساعدات للغير وبيقدموا وجبات. بنشوف موائد الرحمن، بنشوف أشكال جميلة جدا من يعني التكافل بين الشعب المصري في هذا الشهر. ده غير كمان من قبل ما الشهر يبتدي بنشوف الناس بتتعاون مع بعض مثلا عشان يعملوا زينة رمضان، ويحطوا زينة مثلا قدام العمارات ويوصلوا الزينة وكأنه لبعضها. فرح الجميع أكنه بيتكاتف بالظبط. مع بعض عشان يفرح الناس كلها ويدخل البهجة والسرور على الناس كلها. بالظبط، يعني ما يعني بيبقاش الواحد بيفكر هنا في شخص او في نفسه او لا لا في، خالص. لا بيفكر بس ان هو هيعمل ايه يفرح غيره. بالظبط، شهر رمضان ده فرصة عظيمة جدا لينا عشان نزود إيماننا بربنا ونتقرب إلى الله عز وجل. فهو بيعتبر موسم وميدان واسع جدا للتنافس ما بين الناس لأعمال الخير. شهر رمضان بيعتبر موسم بتصفو فيه النفوس وبتعلو فيه الهمم، بتتضاعف فيه الحسنات، بتغرس فيه قيم التكافل الاجتماعي، وبتغرس فيه القيم النبيلة، وبيتحقق فيه التكافل الاجتماعي. فانا بيعتبر شهر رمضان دي هديه من ربنا عز وجل لينا، وجايزه ربنا بيديها لنا يعني في خلال العام كله عشان نتقرب الى الله بشتى الطرق، بس المهم ان تكون الطرق دي طرق صالحه. طب دكتورة هالة كلمينا بقى، يعني ايه المهم تكون طرق صالحة؟ ايه هي الطرق الصالحة وايه هي الطرق الغير صالحة؟ الطرق الصالحه دي وخصوصا ان احنا مش بس احنا عايزين احنا اللي نعمل ده، لا احنا عايزين كمان نعلم الاجيال القادمة، سواء الشباب اللي لسه صغير اللي لسه بيفكر ايه اللي ممكن يقدمه للغير، او الاطفال اللي لسه بيتعلموا مننا وبيشوفوا ده من خلال حياتنا مع اللي حوالينا. يمكن الطرق الصالحة دي بتندرج تحت مظاهر الخير اللي احنا بنشوفها خلال شهر رمضان الكريم. فمظاهر الخير دي من وجهة نظري المتواضعة انها بتندرج تحت 4 جوانب رئيسية. الجانب الأول عندي اللي هو العبادات والأعمال الصالحة. طبعا الجانب العبادات بيشمل فيه الحفاظ على الصلاة في أوقاتها، تلاوة القرآن والتدبر في تلاوة القرآن، الأعمال الصالحة كثرة الاستغفار والدعاء، سواء الدعاء لأنفسنا أو أمواتنا المسلمين. تاني باب عندي وهو الأعمال الخيرية،
وهو التصدق والصدقات وإخراج الزكاة في أوقاتها. كمان التطوع وأهمية إن احنا نغرس التطوع في نفوس الشباب ونجذبهم، ما نسيبهمش منعزلين عن المجتمع الموجودين اللي هم عايشين فيه. تالت باب عندي ألا وهو تهذيب النفس، وهي لازم ان احنا نتقبل شهر رمضان ونبقى داخل شهر رمضان علينا احنا عندنا توبة وتوبة صادقة. كمان شهر رمضان لازم يبقى فيه ازاي يبقى عندنا احساس من جوانا ان احنا عايزين نساعد الناس المتعسرين اللي عندهم مشكلات، ونبتعد عن السلوكيات السيئة والعادات السيئة اللي احنا الانسان بيعملها قبل شهر رمضان. طب ايه الحاجات اللي احنا نزرعها في ولادنا ونزرعها فيهم ازاي؟ احنا ممكن نزرع في ولادنا حب الخير للغير، يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده حب الخير للغير. انت الضحكة في وجه اخيك صدقة، الابتسامة ان يبقى في مشاعر طيبة ما بين الناس، يبقى فيك وجه بشوش دايما، انت بتقابل اللي قدامك بروح من التعاون والمشاركة، في كلمة طيبة، في صدقة انت بتقدمها. اعلم اولادي ازاي ان هم يروحوا في فئات مستحقة في المجتمع اللي انا بعيش فيه، فانا لازم اقدم له خدمات، ده حق علينا. بس لازم الطفل نفسه او الاولاد نفسها يعرفوا ان العمل اللي انت بتقوم ده مش عمل انت مفروض عليه، زي العمل التطوعي بالذات. لو احنا هنتكلم عن العمل التطوعي، ده مش عمل انت مفروض عليه، ده او مش واجب عليك، ولكن ده عمل بيكون نابع منك انت، وده جزء من ثقافه بتسمى ثقافه العطاء. بالظبط. غير كده كمان احنا لما نتكلم على الخير في مصر بنقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الخير في امتي الى يوم الدين. فاحنا لما نتكلم عن الخير في مصر بنقول يعني احنا مش بس بنشوف الخير ده في بس موائد الرحمن ولا الشباب اللي بيقف، ولا حتى يعني الوجبات اللي بتوزع في هذا الشهر. لا، ده احنا كمان بنشوفه في بيت واحد، لما نشوف الجيران وهم بيبعتوا الطبق اللي بنازل طالع في العمارة ده، والعادات والتقاليد الجميلة اللي بتربطنا بهذا الشهر كمصريين. وده اللي بيطلق عليه تقويه الروابط الاجتماعيه، اللي هي صله الرحم، تبادل العزومات بيننا وبين بعضنا وبين الجيران، لان ده طبعا احنا مش بنلمسه خلال السنه كلها، ولكن بيزداد اكتر في خلال شهر رمضان المبارك. فبتلاقي بقى في زيارات، في عزومات، بيبقى في صله رحم، بنقوي الترابط الاجتماعي ما بيننا وما بين بعضنا. حتى بيننا احنا كأسرة واحدة بيبقى بيزيد الألفة والترابط الاجتماعي. احنا لأول مرة طول السنة بنجتمع على مائدة واحدة وهي الإفطار، وبنبقى كلنا عليها، سواء الأسرة الصغيرة أو الأسرة الأكبر أو اللي احنا عازمينهم في الشهر الكريم. مش كده وبس، ده احنا كمان يعني بنجتمع على صلاة التراويح، ونتقابل بقى في صلاة التراويح مع الجيران والبعيد والقريب اللي بيجوا كلهم عشان يصلوا التراويح مثلا في المسجد، او احنا في البيت لما نكون مع بعض بنجمع بعض ونصلي مع بعض صلاة التراويح. حاجات كتير جدا بتربطنا بهذا الشهر الكريم، بتزود مع بعض او بتزود الألفة اللي بين الناس مع بعضها، وحتى الأسرة مع بعضها. دي حقيقي. ازاي بقى نستفيد من هذا الشهر اكتر واكتر؟ ازاي نعلم الألفة دي ونعلم هذه العادات والتقاليد لأولادنا ولشبابنا؟ ازاي نزرع فيهم حب الخير اكتر واكتر من خلال هذا الشهر الكريم، ومن خلال كمان مش احنا كأسر، لا كمان الجمعيات الأهلية ودورها في هذا الشهر؟ طبعا احنا لو كنا نتكلم عن دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، هنلاقي ان منظمات المجتمع المدني تطورت بشكل كبير جدا، وبالذات في الآونة الأخيرة. وما بنيجي نتكلم عن منظمات المجتمع المدني احنا بنقصد 3 منظمات، وهي الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية. واحنا هنا بنخص بالذكر مين؟ الجمعيات الأهلية. بالظبط. واحنا لو لاحظنا دلوقتي هنلاقي ان الجمعيات الأهلية بلغ عددها 52,000 جمعية، منهم 36,000 جمعية تم توفيقهم وفقا لرؤية 2030 مصر 2030، وطبقا لقانون 149 اللي هو قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019. طبعا لما نيجي نتكلم عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالأخص، لازم ننتبه جيدا ان الجمعيات الأهلية بتمثل الضلع الثالث للتنمية الاجتماعية. ولعل أبرز هذه الأدوار الخاصة بالمنظمات الاجتماعية ان هي بتمثل او بتعمل كمظلة حماية للفئات الضعيفة، فهي بتسد فجوات الدولة اللي بتقوم بيها، خاصة ان ممكن الدولة بتقدم حماية اجتماعية قد لا تصل الى جميع المناطق الموجودة في المجتمع. بالظبط. تاني حاجة ليها دور قوي في رعاية ذو الهمم
فهي بتوفر أجهزة تعويضية عن الإعاقة بتاعتهم، بتحاول تدمجهم في المجتمع، بتوفر لهم كمان مراكز تأهيل. ليها دور قوي كمان ان هي في الإغاثة العاجلة. فالجمعيات الأهلية بتعمل عملية تدخل سريع في حالة الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الموجودة في المجتمع، فبتقدم مساعدات طبية أو مساعدات غذائية. طب هذه الجمعيات عمرها ما هتقدر تشتغل لوحدها. أكيد طبعا. فخلينا نتكلم هنا على قيمة العمل التطوعي من كل شبابنا، والمشاركة في هذه الجمعيات والمساهمة في الدور اللي بتقوم بيه. واحنا يمكن شفنا المبادرة الأخيرة قد إيه يعني جمعت أهل مصر فعلا، لما يحسوا كده إنهم يعني الوجبات بتقدم لهم زي ما هم عايزين، مش زي ما أنت عايز، من خلال جمعية واحدة. طبعا العمل التطوعي ليه هو عمل جهد بيبقى مبذول من الفرد نفسه تجاه المجتمع اللي هو عايش فيه. دي بتبقى يعني مهمة تكون شيقة جدا وممتعة جدا جدا للغاية. العمل التطوعي بيأثر على الفرد، فهو بيزيد من وعيه الاجتماعي. كمان بيجعل الفرد أكثر قدرة وأكثر إدراكا بالمشكلات الموجودة في المجتمع، زي مشكلات الطلاق والبطالة والأمية وهكذا. كمان العمل التطوعي بيعزز من روح المشاركة والتعاون لدى أفراد المجتمع. بيجعلهم قادرين أكثر إن هم يبقوا عارفين إزاي إن هم هيديروا وقتهم. يعتبر العمل التطوعي ده استثمار في الذات والمجتمع. فبيربط الفرد بمجتمعه بشكل قوي جدا، وبيحسس الفرد، يعني بيدرك الفرد مدى قيمة ولائه وانتمائه للمجتمع اللي هو عايش فيه. طب ازاي نعلم ولادنا بقى قيمة التكافل الاجتماعي؟ التكافل مش بس في الإطعام، التكافل في كل شيء، ان انا اساعد غيري، ان انا اقدم خدمة لغيري، ان انا امشي مع غيري ده في مثلا في طلب هو نفسه يحققه، او هو بيسعى ليا عشان اساعده فيه لغاية ما يتحقق فعلا هذا الطلب. عشان نحقق التكافل الاجتماعي لازم كل فرد في المجتمع يحس بروح التعاون، عشان تصبح التكافل الاجتماعي دي ثقافة راسخة في المجتمع، وهي ثقافة بتندرج تحت العطاء. طبعا ليها اشكال كتير جدا، زي ما حضرتك قلتي، المساعدات الغذائيه او الوجبات اللي بتقدم، او مساعدات طبيه. ممكن يبقى في بعض المبادرات الجماعيه، زي ان انا بجمع بعض الملابس المستعمله استعمال خفيف، ونبدا نجمع الشباب وان هم يعملوها عمليه تعبئه كويسه، نوديها للناس اللي تستحق هذه الخدمه يعني. ثانيا، او ان انا اساعد بقى ان انا اوجد مثلا بعض، لو انا عندي مثلا القدره ان انا اشغل مجموعه من الشباب مثلا في اي عمل، فليه لا ان انا اساعدهم؟ يعني حاجات كتير قوي، كل ما هو مساعده للغير هو مساعده او تكافل، شكل من اشكال التكافل الاجتماعي اللي بيضمن لنا حياه سعيده في المجتمع. لما الفقير او المحتاج او اللي محتاج حتى مساعده يحس كده بالتكافل من غيره، وان في غيره بيدعمه وبيساعده، اكيد ده هيرفع يعني المحبه، الروح المعنويه وحبه ان هو يبقى عايش في المجتمع اللي هو عايش فيه. لان التكافل الاجتماعي اصلا بيعني ان الغني لازم يساعد الفقير، بالظبط. المريض اللي عنده صحه لازم يساعد المريض، وهكذا. يعني ده ربنا امرنا بكده، يعني هي دي قيمه وفرض ربنا فرضه على الاغنياء ان هم لازم يساعدوا الفقراء. فده بيعزز يعني احنا شايفين كمان مبادرات كتير، مبادرات مثلا ان احنا بنجمع الملابس ونبتدي نوزعها بعد كده للي محتاجها، نجمع الادويه اللي انت مش بتستعملها في بيتك وبتحطها في صيدليه، بحيث ان اللي محتاج يلاقي الدواء بتاعه اللي انت خلاص استغنيت عنه، وان انت خلاص ما بقتش محتاجه، انت استعملت جزء منه وسبت الباقي. ففي مبادرات كتيره جدا واشكال كتيره جدا من التكافل. لكن ازاي نشجع بقى الناس على هذه المبادرات، وانهم يشاركوا فيها، وانهم يبدعوا فيها كمان؟ يعني لو انت عندك فكره مبادره كده تعملها. احنا ممكن ننطلق من النقطه دي من خلال الجمعيات الاهليه. ان الجمعيات الاهليه تنظم دورات تدريبيه ودورات تحس فيها الشباب على اهميه العمل التطوعي، واهميه ان انت تقدم عمل للمجتمع وعمل خيري وعمل انت ربنا هيجازيك عليه فيما بعد. كمان ممكن نعمل ننظم ملتقيات للمتطوعين، عشان نحس الشباب الاخر ايه اهميه التطوع، وان الناس دي يعني بيزيد حماسهم. الناس اللي هم اصلا مش متطوعين بيزيد حماسهم ان انا عايزه اتطوع وعايزه ابقى زي الشخص ده عشان ربنا يكرمني وعشان اخدم المجتمع اللي انا عايش فيه.
كمان ممكن الجمعيات الأهلية عشان تدعم نقطة العمل الاجتماعي أو التطوع نفسه، ممكن تقدم شهادات زي نظام شهادات تقديرية للناس المتطوعة عندها في الجمعيات، بحيث تشجعهم. التشجيع مش لازم أو مش شرط يكون مادي، لأن هي طبعا جمعيات لا تهدف إلى الربح، فده بيكون معنوي، شهادة أو وسام إن أنت عملت شغل معانا وبذلت مجهود قوي، فإحنا برضو إيه، إحنا فاكرينك، إحنا مش ناسيينك. يمكن كمان فكرة الإحساس بالعمل التطوعي. يعني أنت لما بتعمل عمل تطوعي أو بتساعد غيرك، أكيد في جواك بقى إحساس بيتزرع من السعادة. فخلينا نتكلم عن الإحساس ده، يعني من منظور بقى يعني حضرتك لهذا الإحساس بالسعادة لما تقدم خير لغيرك، أو إن أنت تساعد في عمل تطوعي، أو حتى تشارك في إحدى المبادرات الخاصة بمساعدة الغير. يمكن احنا لو اتكلمنا عن المبادرات والاحساس، طبعا ده احساس زي ما قلت لحضرتك، ده جهد بيبقى يكون احساس ممتع جدا، ممتع للغايه بشكل محدش متخيله، بس اللي يعيشه ويكون الدافع ده من الشخص نفسه، من جواه نفسه. لان هو لو حس ان هو فرض عليه، هو طبعا مش هيعمل اي حاجه خالص. لكن من جواه نفسه انا بحب الخير وعايز اعمل الخير وعايز ربنا سبحانه وتعالى يجازيني كل خير، لازم انا اجاهد، لازم اتعب، لازم اشوف مين الناس اللي تستحق. هل انا ميولي ان انا مثلا عايزه اخدم البيئه اللي انا عايش فيها، اعمل تدوير للمخلفات الموجوده، اعمل عمليه نشر ثقافه التشجير المنطقه اللي انا عايشه فيها، اعمل احاول لو في تغير مناخي حصل في المجتمع عندي، ايه اللي انا ممكن كشاب انا اعمله، او احنا كشباب ايه اللي ممكن نعمله، نتكاتف مع بعضنا عشان نعمله. تاني نقطه عندي، لو هنتكلم على انت ممكن تعمل ايه، فممكن تعمل مبادرات توعية بالأهالي الموجودة في المحافظات أو القرى اللي أنت عايش فيها، او المنطقه اللي انت فيها، بالظبط، العماره اللي انت فيها. بالظبط، تحاول يعني في توعي. حاجات كتير قوي انت ممكن تعملها. انت ممكن تساعد مثلا الطلبه اللي محتاجين مساعده، او ان انت بالظبط، تذاكر معاهم، او تدرس لهم حاجه معينه، تدرس محو اميه للي موجودين بالظبط، في المنطقه. نحاول افكار كتير جدا. دكتوره هيا بقى تدينا بعض هذه الافكار النهارده من خلال حلقتنا. ان شاء الله. يعني احنا بنحاول زي ما حضرتك قلتي مثلا محو الاميه، فاحنا بنحاول نقلل نسبه محو الاميه بتعليم الكبار، لان الاميه دلوقتي اصبحت اميه رقميه وليست اميه هجائيه. بالظبط. فده محتاج مننا مجهود قوي جدا يعني. تاني نقطه عندنا، ممكن احنا بنحاول ندعم المراه، بالظبط. السيدات الموجوده في المجتمع، نحاول نوعيهم بأهمية مشاركتهم، سواء مشاركة سياسية أو مشاركة اجتماعية. دلوقتي هنلاقي مبادرة وخصوصا ان احنا عندنا المرأة المعيلة في المجتمع، اللي هي بتعول الأسرة كلها. فاحنا عايزين نساعدها، اللي يقدر مثلا يوجد لها باب رزق او عمل انها ممكن تقوم بيه وتساعد اسرتها، فده يبقى يعني خير كبير جدا بتقدمه لها. ممكن منها اللي بتبقى محتاجة مثلا مكنة، اللي بتبقى محتاجة إن احنا نعلمهم حرف ان انت يدوية تعلمها بسيطة. حرفة بسيطة ممكن تشتغلها. ممكن تعلمها حتى ازاي انها ممكن من الحاجات اللي عندها الازايز وكده تبتدي تعمل اعادة تدوير وتخرج منتجات تبيعها. حتى لو المنتجات دي بسيطة او حاجة بسيطة جدا، فاكيد ده هيفرق كتير جدا في أكيد حياتها، انها طبعا. تحس انها هي بايدها بتعمل حاجة وبتبيعها، وهي بتقدر تصرف على ابنائها. احنا بنعمل عملية تمكين للأسر الفقيرة والأسر بالظبط. المحتاجة. فأنا زي ما حضرتك قلتي، ده البند مهم اللي هو التدريب المهني، أو إن احنا بنحاول نعلمهم حرف يدوية بسيطة، بنحاول نعلم مهارات الحاسب الآلي للشباب عشان نأهلهم لسوق العمل، بنحاول نوعي الفئات الضعيفة بأهمية حقوقهم في المجتمع، حقهم في المسكن والعمل والمساواة والوجبات، ليهم حقوق في كل حاجة، بس محتاجين توعية قانونية من هذا الجانب. كمان بنحاول نعمل مبادرة ان احنا نرصد المشكلات الموجودة في المجتمع، ونحاول نصعدها لصناع القرار عشان يتخذوا فيها اجراءات تساعد هذه الفئات يعني. لو في افكار جديده، وكلميني انت بالنسبه لك انت بقى كدكتوره هاله عزت، اتفضل. دكتوره الفلسفه في الخدمه الاجتماعيه، تخصص تنظيم مجتمع. ايه اللي بتقومي بيه من خلال عملك اللي بتقدري تساعدي بيه الغير، سواء بقى العمل ده العمل الرسمي او العمل التطوعي الخاص بيكي؟ العمل التطوعي الخاص بيا او بشكل عام، طبعا زي ما قلت لحضرتك، بما اني دكتورة وفي مكان
كل تعاملي مع الطلبة، فدايما كل شغلنا عن ندوات معينة بنحس فيها الطالب الأكاديمي إن هو لازم يشارك في المجتمع، سواء وقت الانتخابات سياسيا، إن أنت ليك رأي دور وليك وليك دور وليك. بالظبط. بالظبط كده. فأنت طب الوعي السياسي ده ما هو نوع من خدمة المجتمع برضو، ان انا يعني انمي الوعي لدى الشباب بدورهم السياسي في المجتمع، ما هو ده برضو نوع من اشكال الوعي، او نوع من اشكال العمل التطوعي اللي فعلا المجتمع محتاجه. يعني انا العمل التطوعي هنا عايزة بس اقول ان هي مش فكرة ان انت بتقدم فلوس، او ان انت مثلا لو معكش الفلوس اللي تقدمها ما تقدرش تقدم عمل تطوعي. كل واحد ولو بفكرة بسيطة ممكن ان هو يساهم في خدمة المجتمع وفي خدمة الناس اللي حواليه. تنظيف الشارع، ما هو ده عمل تطوعي. بالظبط. ان انت تشجر، ان انت تزرع حاجات بسيطة كده قدامك او على السطح في بيتك، او تحسن البيئة، ده عمل تطوعي. ان انت تساعد غيرك في اي شكل من اشكال المساعدة، كل دي اعمال تطوعية. تطوعية. آه، آه، هنا اتفضلي يا دكتور. بالنسبة للأعمال التطوعية دي كتير جدا، زي ما قلنا حضرتك، زي ما أشرتي حضرتك للحاجات دي كلها. لكن لو جينا اتكلمنا زي ما حضرتك قلتي وأنا اتكلمت عليه سابقا، إن هي حماية البيئة، احنا بنحس على التشجير وعلى تدوير المخلفات وهكذا. ولكن في أعمال تطوعية أخرى خاصة إن احنا بنحاول نكمل دور الدولة اللي بتقوم بيه. ولو بصينا للجمعيات الأهلية ليها دور قوي جدا في ذلك يعني. هنلاقي ان هي بتساعد الدوله في تكمل دورها، مثلا في زي حياه كريمه. فهي الجمعيات الاهليه هي اللي بتقوم بتنفيذ هذه المبادرات. المبادره، عشان هي اصلا اكتر حد عارف المجتمعات المحليه، واكتر حد عارف المجتمعات البعيده والنائيه والفئات المستحقه اللي محدش عارف يوصل لها اطلاقا يعني. طيب انت ايه اكتر المبادرات اللي بتشوفيها حواليكي وتبقي سعيدة بيها وبتنادي فعلا ان احنا نطور هذه المبادرات؟ يمكن افضل مبادره اللي احنا شفناها امس مبادره ابواب الخير. وطبعا بداية بنحب نشكر القيادات السياسية وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوده وحرصه الشديد واهتمامه ان هو يراعي الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحقة. وإذا كان بيدل فبيدل على ان هو أصلا يعني مهتم بملف الحماية الاجتماعية. هو وده فعلا منذ ان تولى الرئاسة وهو مهتم يعني بهذا بهذا الملف. الملف، يعني دي حقيقة. بدليل مبادرة حياة كريمة يعني كل المبادرات اللي من اجل صحة الانسان وغيرها من المبادرات، كل دي بتدل على اهتمامه بالإنسان المصري. ويمكن كمان دلوقتي تنمية الإنسان هي العمل الأساسي الأهم للجمعيات المختلفة. فكلمينا عن تنمية الإنسان وكيف تساهم الجمعيات الأهلية في تنمية الإنسان. طبعا المساعدة الجمعيات الأهلية بتساعد الإنسان وبتساعد الفرد في المجتمع، فهي بتنميه ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. بتهدف لتحسين جودة حياة الأفراد في المجتمع، بتحسن من مستواهم المعيشي، سواء كانت أسر محتاجة إلى دعم مادي أو معنوي أو عيني مستدام. ولكن بناء مستشفيات، بناء مدارس مراكز للفئات المحتاجة، متخصصة. فئات تأهيل، بالظبط. مراكز تأهيل. ان في بعض برضو القوافل الطبيه اللي بتبقى موجوده عشان تساعد خاصه في المناطق البعيده والنائيه يعني. طيب كلمينا، يعني انت في رأيك ايه اللي احنا بقى محتاجينه كمجتمع في رمضان عشان نعزز قيمة التكافل والرعاية للآخرين؟ احنا محتاجين ان احنا نصفى من جوه، يبقى في حب من جوه وفي حب للخير، للخير. ان احنا نقدم الخير لغيرنا. احنا عايزين نحب الخير لغيرنا، وعايزين يعني نعيش الحياة مش مستاهلة حاجة. الحياة محتاجة بس ان احنا نحب بعضنا اكتر، وان احنا نحاول يعني نتقرب الى الله عز وجل، ونترك الدنيا خالص من اللي احنا بنشوفه، والتنافس الموجود بشكل غير طبيعي في حاجات مش محبذة اصلا هي تكون موجودة في مجتمعنا الحالي يعني. دكتورة هلا، كلميني عن مواقف كده ما بتنسيهاش أبدا في شهر رمضان، شفتيها من خلال التفاعل مع الجمعيات الأهلية المختلفة، ويعني تقديمك للخير من خلال هذه الجمعيات. والله على ما أتذكر، أنا عضوة في مجلس إدارة أحد الجمعيات الأهلية. فعلى ما أتذكر يعني العام الماضي كان في مسابقة عاملينها لتحفيظ القرآن. فكان من ضمن الطلبة اللي هم اتكرموا في تحفيظ القرآن بعد تكريمه، فأنا بسأله أنت نفسك تطلع إيه لما تكبر يعني؟
قال لي نفسي ابقى مكان حضرتك ومكان حضراتكم عشان اكرم اللي بيحفظوا القرآن فيما بعد. ما شاء الله. فبصراحة ده موقف يعني ايه حسيته من جوه، انا تمنيت ان اولادي كلهم يبقوا نفس هذا الطفل يعني. يبقى عنده هذا الحب ان ايوه هو الحب، نفسه يكرم كل اللي حافظين ايوه نفسه القرآن زيه يدي كده. خير لكل حاسس المجتمع بقد اللي ايه هو ان عايش التكريم فيه. ده يعني يعني خلاه سعيد، فهو نفسه يخلي كل الناس الموجودين سعداء. بالظبط. بالظبط. فهو ده الإحساس اللي احنا عايزين ننميه عند أولادنا، وهو ده الإحساس اللي احنا عايزين ننميه عند شبابنا. لكن إزاي؟ إيه الطرق اللي ممكن تساعدنا إن احنا ننمي هذا الإحساس، إحساس إن هم يحبوا الخير من جواهم ويبقوا عايزين يساعدوا ويسعدوا اللي حواليهم؟ احنا لو عندنا اطفال اي خير، الطفل نفسه او الاولاد نفسهم مين قدوتهم؟ الاباء، الاب والام. فالقدوه هي هنا هي اللي بتمثل الطفل نفسه. فانا لما ابني يشوفني انا باخده معايا وبصطحبه معايا وبخليه يشارك معايا في التجارب دي، وانا بنزل اعمل الخير، راح اتصدق لحد، راح اساعد مكان معين، راح ازور مستشفى معينه واقدم هدايا لبعض الاطفال، هو هيعرف يعني ايه خير، هو شاهد التجربه بنفسه فهيعرف يعني ايه خير. انا لو جيت مع ابنائي في البيت وقلت لهم مثلا احنا هنعمل حصاله هنا اسمها حصاله الخير، كل واحد يشوف ايه اللي هيتوفر معاه في الشهر دوت ويحطها في هذا المكان، عشان اخر الشهر هنشوف كل واحد ميوله عايز يودي. انت انهي مكان انت عايز تخدم فيه، او عايز تودي فلوسك اللي انت وفرتها دي فيه. تاني حاجة ان انا ممكن احس طفلي ان انت كل شهر واجب عليك اي هدوم عندك حضرتك مش عايزها، اي العاب عندك حضرتك مش محتاجها، ونكون حاجة كويسة وحاجة نظيفة، ممكن يعني تعطيها لزميل ليك محتاج، حد ليك انت مش شايف ان هو محتاج الحاجة دي ومش عارف يجيبها، انت ممكن تتبرع بيها ليه. ومش بس اتبرع، انا ممكن كمان اقعد واعلم ولادي ان انت يوم ما تتبرع بالحاجه دي، مثلا الملابس يبقى لازم تتغسل، لازم تتكوي، لازم لازم تبقى تكون حاجة في نظيفة. اقدم يوم ما اقدمها كمان اقدمها بشكل يعني يسعد اللي قدامك، ان انا اقدم له مش الملابس كده بشكل مهمل، لا ده انا اقدمها له مكويه ومتطبقه بالظبط. وملفوفه بشكل جميل، بحيث ان هو يبقى حاسس اللي انت بتقدمها له ان انت يعني بتراعيه وبتحبه، وانت بتقدم له هديه فعلا انت بتحاول تفرحه بيها، مهما كانت الحاجه اللي انت بتقدمها له دي بسيطه. بسيطة يعني الحقيقة. ممكن تبقى لعبه بسيطه جدا انت استغنيت عنها وبتقدمها، تنظفها وتغلفها بشكل جميل وتقدمها لطفل تاني، قد ايه ده هيسعد الطفل التاني وهيسعدك انت شخصيا. احساس ان انت بتسعد الاخرين ده احساس بمنتهى السعاده جوانا، وده ممكن يزرع منتهى السعاده لدى اطفالنا، فاحنا عايزين ننمي هذا الاحساس لدى ابنائنا. ده حقيقة، وده ممكن اللي حضرتك قلتيه بالظبط، ان احنا لازم نزرع في ابنائنا الاسلوب الصح والاستراتيجية الصحيحة اللي هيقدر يستخدمها في ان هو بيقدم الخدمة دي او بيقدم التبرع ده. لازم يبقى عنده اسلوب راقي راقي، وفي احترام للغير بيسودوا. وفي بالظبط، يبقى يسودوا فيه بعض الاحترام والعادات اللي حسنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وربنا والسلام. حسنا عليها. فلازم ده واجب عليك، لان انت معاك غيرك معهوش، فاحنا بنعرفه ان في فقير وفي غني، انت معاك والدنيا متاحه معاك، فانت لازم تساعد الشخص الفقير ده، فده واجب بالظبط، عليك. وخصوصا ان شهر رمضان هو شهر الشعور بالغير، انت بالظبط. بتصوم عشان تحس بمعاناة الغير اللي مش لاقي الاكل ده. ففي نفس الوقت كمان لازم نعلم اولادنا احترام الاكل، احترام هذه القيمة. يعني دي حاجة في غيرك مش لاقيها، دي بالظبط. حاجة لازم نبقى محترمينها، لازم نبقى عارفين قيمتها، ويوم ما نقدمها بحب وبإحساس من جوانا ان احنا عايزين نقدم خير فعلا يسعد اللي حوالينا. دي حقيقة. كمان احنا ممكن نخلي اطفالنا يساعدوا معانا في تجهيز الوجبات عشان نوزع بالظبط. على جيراننا، حتى لو جيراننا مش محتاجين، بس احنا بنتبادل الادوار ما بيننا وبين بعض عشان يسود الحب والألفة والمودة ما بيننا. فانت خلاص انت هنحضر النهارده وجبات معينه هنوزعها لاماكن معينه، احنا النهارده هنحضر مثلا نوع من انواع الحلوى حلويات ونوزعها على معينه، كل الناس تمام اللي كده. حوالينا بشكل جميل ويعني شكل محبب ليهم. بالظبط. فيعني قد ايه ده بيسعد الاخرين، ودي اشكال مختلفه من الافكار قدمها لكم النهارده من خلال دكتوره هاله عزت شاهين، دكتوراه الفلسفه في الخدمه الاجتماعيه
تخصص تنظيم مجتمع. بشكرك جدا يا دكتورة هالة، شكرا نورتينا لحضرتك دكتورة وأسعدتينا أماني. وقدمت لنا كتير من الأفكار الرائعة اللي ممكن احنا نستفيد بيها ونفيد بيها شبابنا وأبنائنا. حبيبتي شكرا جزيلا دكتورة أماني، وكل سنة وحضرتك طيبة وانت والأمة طيبة الإسلامية حبيبتي. كلها بخير وسعادة حبيبتي. شكرا. كل عام وأنتم جميعا بخير. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهاردة من صباح القاهرة. إن شاء الله هنلتقي الأسبوع المقبل، ولكن بكرة معاكم أسرة جديدة من خلال البرنامج. إلى اللقاء.